بإقليم زلال ندوة علمية موضوعها العلماء والزاوية البصيرية في خدمة خطة تسديد التبليغ. ندوة تميزت بمشاركة واسعة من الباحثين والعلماء بهدف إبراز دور الزوايا الصوفية في خدمة المجتمع. وداد المساوي وعمر شليدي. خلال هذه الندوة تم التركيز على أبعاد التصوف السني كمنهج جامع بين البعد الروحي والتزامات الفرد تجاه نفسه ومحيطه، مع إبراز دور التصوف في تعزيز قيم الاعتدال والتسامح، فضلا عن تسليط الضوء على الدور المحوري للزوايا في تعزيز الهوية الدينية ببلادنا. كان الحديث على كل حال عن الوظائف المختلفة التي ينبغي أن تصحب الإنسان في هذا التكوين وفي هذه التربية التي يتلقاها طلبة العلم وتلقاها مؤسسات الصوفية في النهوض الحمد لله بأجيال من الشباب. كما تميزت أشغال الندوة بمداخلات علمية ثرية تناولت محاور متعددة لخطة تسديد التبليغ، من بينها مبادئ التقريب والتسديد في منهجية التلقي والفهم من خلال التجربة الأكاديمية، ومنهاج الزاوية البصرية في تنزيل خطة تسديد التبليغ بين الماضي والحاضر. هذا النشاط ينبئ بمجموعة من المؤشرات، منها أنه حان الوقت للتعبئة الشاملة من أجل أن تتضافر الجهود في سبيل خدمة خطة تسديد التبليغ بهذه الجهة المباركة، سيما وأن هذا المشروع إنما هو مشروع أمة. الزاوية البصرية تهتم بالعلم وتهتم بالعلماء وتهتم بإنشاء المدارس من أجل تعليم أبناء هذا الوطن، وهي اليوم تنخرط مع العلماء في هذا المشروع الكبير الرائد الواعد المتعلق بخطة تسديد التبليغ الذي أطلق في مغربنا بحمد الله تعالى. الندوة العلمية أكدت على أهمية التصوف السني كرافد أساسي للهوية الدينية والوطنية، ودوره في نشر قيم التسامح والاعتدال ومواكبة التحديات الراهنة بأساليب علمية متجددة.